اهلا بيكم. معاكم دكتور شريف حتحوت، استاذ جراحات المناظير واستشاري اول جراحات السمنه المفرطه كليه طب القصر العيني جامعه القاهره. الحقيقه النهارده حابب اتكلم على موضوع بيهم ناس كتير قوي، وهو موضوع السمنه المفرطه. وفي اسئله كتير قوي بتجيلي، يعني ايه سمنه مفرطه؟ سمنه مفرطه باختصار شديد ده مرض مزمن، مرض مزمن طبقا لتعريفات منظمه الصحه العالميه. ازاي نعرف انك انت مريض سمنه مفرطه؟ باختصار شديد جدا، في معادلة دي موجودة، معادلة عالمية بيسموها معدل كتلة الجسم. معدل كتلة الجسم يعني حضرتك بتقسم الوزن بتاعك على مربع الطول بالمتر. يعني ايه مربع الطول بالمتر؟ يعني لو طولك مثلا 170 سنتي يعني 1.7 متر، بنضرب 1.7 في 1.7 يطلع رقم، بتقسم الوزن بتاعك على الرقم ده. لو طلع حصر القسمة دي أكتر من 30، وخصوصا لو كنت في أمراض مصاحبة زي الضغط، السكر، الكوليسترول فيبقى إذن أنت مريض سمنة مفرطة. يبقى في الحالة دي تقول أنا محتاج أعمل جراحة من جراحات السمنة. طيب، عرفنا إنك عايز تعمل جراحة من جراحات السمنة، بيجي السؤال التاني، وهي إيه هي الجراحات المعتمدة عالميا؟ في كتير قوي أسئلة بتيجي لأسامي عمليات كتير وبتبقى الناس متلخبطة. العمليات المعتمدة عالميا، يعني ما نقول معتمدة عالميا يعني في منظمات عالمية حطت معايير للعمليات المعتمدة بناء على دراسات لأثار هذه العمليات ومضاعفاتها على المدى الطويل. العمليات المعتمدة هي: نمرة 1 تكميم المعدة، نمرة 2 عمليات تحويل المسار، وتحويل المسار بأنواعه المختلفة اللي هنشرحه، سواء تحويل مسار مصغر أو تحويل مسار كلاسيكي أو تحويل مسار من نوع سادي، وهنشرح كل واحدة بالتفصيل. دي هي العمليات المعتمدة عالميا. كان في كمان حلقة المعدة أو حزام المعدة، هو معتمد وكل حاجة، بس نسبته دلوقتي قلت على مستوى العالم كله، لأنه نتائجه الحقيقة ما كانتش مؤثرة وله مضاعفات كتير. ده باختصار شديد هي العمليات المعتمدة لجراحات السمنة المفرطة.